احمد كمان من الاصوات اللي كثير بنحبهم، شذى حسون انا كمان كثير بحبها وهي طبعا. صديقه عزيزه. خبرني شو اخبارها؟ شذا اخبارها كتير حلوه. كمان شذا حمد لله كانت صيفيتها كتير ناجحه. بدات بحفل بلندن. لاول مره كانت عم تغني بلندن، حفل جماعه مع الفنان الكبير عبد الله رويشد والفنان القطري فهد الكبيسي. ومن لندن اجت على بيروت، كان لها فتره مش عامله حفلات ببيروت. احيت حفل بفندق ريجنسي بالاس بأدما، جماعه بالنجم ايمن زبيب وعامر زيان، وكان الحفل كتير حلو. وفي معلومات كتير غنية بالتقرير يلي صورناه مع شذى حسون، بنتابعه سوا. يلا. سعيدة أن نكون متواجدين معي اليوم في هالحفل اللي بالنسبة لي استثنائي، لأنه هو في بلد أنا أحبه وعايشة فيها اللي هي بيروت، ولأنه كمان صار لي فترة طويلة يعني ما مسوية حفلات في بيروت. في اليوم هذه الحفلة بالنسبة لي هي مهداة إلى لبنان، فحيكون في أكثر من أغنية لبنانية. حيكون طبعا في عراقي بسبب أنه في متواجدين عراقيين طبعا، وحيكون طبعا ما هي بس هي مهداة للبنان الحبيبة. منروح للندن، كان عندك حفل كتير مميز. خبرينا عن الأجواء هونيك، كيف كان الحفل؟ من أروع الحفلات. هو طبعا كان أول حفل لي في لندن، بس انبسطت فيه بشكل كبير. يعني نمت هذيك الليلة وأنا هيك مبتسمة. شقد فرحت بالجالية يعني بكل الخليجيين اللي كانوا متواجدين وكل العراقيين طبعا، وشفت العالم قد ايه اجوا، قد ايه انبسطوا، قد ايه مبسوطين بالحفل. فأنا بعتبر هذا الحفل اللي هو أول لي في لندن رائع جدا. قبل ما رحتي على لندن كان عندك هيك جولة سياحة بكان وبجراس. المميز بهالجولة انك التقيتي بالفنانة الكبيرة شريهان، وكان لقاء كتير ودي وعبرت لك عن حبها لإلك. خبرينا عن هالسيدة وكيف كان اللقاء. شوف والله العظيم ما راح يعني ما اريد ازيد فيها يعني، بس اللقاء طبعا كان بالصدفة. يعني كنا نشتري آيس كريم في كان في شارع لاكروازات، والتقينا بالصدفة. بشوف ناس يتكلمون يمي عربي، فببرم هيك بلاقي واحدة لبنانية وبلاقي حدا شخص، فهيك بالصدفة يعني كنت بدي اشوف، فبلاقيه انه شريهان. فاجت عيني في عينها، هي عملت هيك وانا عملت هيك، فقلت لها لا ما تقولي انه انت. ريلي لقائنا كان كثير جميل، وهي بعد لما قالت لي انا بعرف انا بعرفك انا بعرفك انت شاذة، قلت لها انا ما بدي تعرف، ما بيهمني تعرفني او ما بتعرفني، المهم انه انا عرفتها وانبسطت فيها. كان لقاء رائع جدا، واخذنا ارقام تليفونات وقلت لها يعني انه انا كثير ودمعت عيني اكيد قدامها، لانه ريلي هالمره الفنانه رائعه. يعني السهرة كانت ولعانة مثل ما شفنا، واكيد صحيح. انبسطنا انه شفنا الممثلة شريهان، الفنانة شريهان يلي صرنا زمان كنا ما بنعرف شيء عنها. اكيد يعني أنا بنقلها. الصراحة حسدتها لشذى حسون إنه التقت بشريهان. يعني بالفعل. أنا كتير من إنه كتير عبالي التقي فيها هيك لو بحوار سريع. إن شاء الله يا رب تصير طمنتك كيف هي، كيف الفرصة. لا صحتها؟ الحمد لله، يعني هلا صحتها صارت أحسن وهي شريهان معروف عنها إنه مثابرة وقوية، صحيح. ومرقت بكتير محن وقدرت تتخطاهم. بس عن جد أنا من خلال شاشة الLBC الفضائية ومن خلال برنامج ببيروت بطلب منك فنانتنا الكبيرة شريهان انه ترجعي قريبا على المسرح، على الشاشة، على الفوازير. انا بعرف انك بعدك قادرة تعطي وحتعطي كتير، فما تحرمينا من هالفن الجميل اللي وعلى فكرة بتقدميه. أحمد بدي أقول شغلة عن شريهان، يعني كنا نتابعها وقتها كنا صغار، ما بدي كبرها كتير، بس هلأ في فنانات كتير بيقلدوا حركاتها. يعني وقتها صحيح. كانت تعمل صحيح. فوازير. وكنت بعشاء التقيت بزوجها،
فخبرني انه شريهان وقتها خضعت للعلاج رفضت انها ترمم، يعني حبت تحافظ على طبيعتها، وخبرني انه نزلت وقتها الثوره بمصر صح وشاركت. فهيدي شغله كثير حلوه أكيد. ولفته حلوه منها، يعني اكيد اكيد انه اكيد طلت بعد غيبه كثير طويله بموقف جريئة كثير سامي. شريهان، جريئة. نعم. يعني لما شاركت بالثورة المصرية الأخيرة كانت بعدها إذا بدك عم تخرج من مرضها، وكانت يعني ما كان همها شكلها ولا كان همها نجوميتها قد ما كان همها وطنها او القضيه يلي هي مؤمنه فيها. فكانت هي من اول المصريين يلي نزلت على الميدان مثل ما بيقولوا. وشريهان هلا صار عندها صبيتين، صحيح؟ صحيح. بنرجع لشذى حسون. مثل ما شفتوا اجواء الحفل كان رائع. شذى حسون بهالحفله كانت كثير ذكيه، لانه مثل ما شفتوا انه اهدت الحفل للجمهور اللبناني، فقدمت اغنيتين من اعمالها العراقيه والخليجيه، وباقي السهره كانت كلها مجموعه من ابرز الاغاني اللبنانيه، وهذا الشيء اللي حمس الجمهور زياده وخليها تصير اقرب للجمهور اللبناني. شذى حسون هلا عم تتحضر كمان لعيد الفطر تطرح فيديو كليب جديد لاغنيه علاء الدين. شو بدنا شو بدكم؟ تحكينا بصوت هيك. مثل ما كنا عم نقول انه شذى حسون هلا ان شاء الله على عيد الفطر حتطرح فيديو كليب جديد لاغنيه علاء الدين يلي هي من البومها الاخير، كمان صورتها بتعاون للمره الاولى مع المخرج المبدعه انجي جمال. التصوير تم بدبي، وحسب ما قالت لي شذى حسون انه الكليب حيكون نقله نوعيه وجديد، كثير جديد عن ما سبق وقدمته. فبدنا نتمنى لها كل التوفيق لشذى، وان شاء الله الكليب بيلاقي النجاح المطلوب. اكيد نحن بانتظار الكليب الجديد طبعا.